بشأن فضيحة تحويل أموال من جمعية البر في مدينة جدة بالسعودية تقدر بنحو 3 ملايين دولار مخصصة للأيتام والفقراء وإيداعها لصالح شركة تعمل في مجال الخزف. بعد 4 أعوام من التكتم انكشفت صفقة سرية، حيث قام رئيس جمعية البر في جدة بتحويل 8 ملايين ريال من أموال يفترض أن تذهب للأيتام والفقراء، وأودعها في شركة صدق. وشركة صدق هذه لا علاقة لها بالعمل الخيري، بل تعمل في سوق الخزف. الرابط الوحيد بين الشركة والجمعية الخيرية أن رئيسهما حينها كان واحدا، هو صالح التركي الذي رفض التحدث لكاميرا العربية. مجلس إدارة هنا وهناك، إذا كان في أي خلل لا نرضاه، إذا كان في إشكال حصل في عملية المبلغ المعطى غير مخالف للأنظمة، سيكون هناك تحقيقات، وسيكون هناك أيضا وقفة حازمة للوزارة. الخلاف الآن هو على الأموال، هل 8 ملايين ريال مجرد قرض سري أم أنه تملك استثماري للأسهم؟ سؤال لم تتعاون جمعية البر في جدة ولا شركة صدق في الإجابة عليه وتوضيح موقفهما. أن نستثمر أموال الجمعيات الخيرية وأموال اليتامى وأموال المساكين في أسهم وفي مجالات مخاطرتها كبيرة جدا، هذا لا يجوز، والرأي العام يطالب برفض هذه المسألة. النزاع القائم حاليا بين جمعية البر بجدة وشركة صدق كشف أيضا عن 20 مليون ريال أخرى من أموال المتبرعين تم ضخها في فرص استثمارية مع عدم إيضاح كيفية استرجاعها أو حتى أرباحها. الأوراق التي أمامنا نتعامل معها بتأني وروية، لا نبرئ أحدا، لا نتهم أحدا، نريد أن ندرس الموضوع وهو الآن تحت الدراسة. هل ستتم مراجعة ومحاكمة ما جرى فعله أم سيكتفى بحسم الخلاف على الأموال؟ والخلاف الآن هو على الأموال، فهل ترد شركة صدق 8 ملايين ريال إلى جمعية البر في جدة لأنه كما تصر كان مجرد قرض حسن، أم ستجبر الشركة على الاعتراف بأنه كان لشراء أسهم تقدر أرباحها اليوم ب12 مليون ريال إضافية؟ مهما كانت النتيجة يوجد استياء كبير حيال ما حدث، حتى لو ثبت أن حسن الظن هو الدافع. السبب أن العمل الخيري لا يحتمل المزيد من المشاكل والشبهات. لا يعرف مصير هذه الورقة النقدية إلى أين ستذهب، هل إلى سد جوع فقير أم إلى بطن شركة مساهمة؟ تذكروا أن العمل الخيري يقوم أولا على الثقة، والثقة أصبحت محل قلق العاملين في القطاع الخيري في جدة. من جدة محمد الحسن، العربية.